مم. عن جد روعة. مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي عم تحضروني فيه. المهم تكون كل أوقاتكم سعيدة وكلها طاقة إيجابية. اليوم حبايبي حبيت شارككم بهيدي الوصفة الحلوة من الوصفات الشامية المقدرة. مثل ما لكم شايفين الرز فول فعلا ولا ألذ من هيك ولا أطيب. وهلأ حبايبي ما رح طول عليكم كتير، خلونا نشوف طريقة وصفتنا لليوم وتحضيرها ومكوناتها. وإذا أنتم جداد على هيدي القناة لا تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوني باللايك والشير وخليكن معي. يلا يلا. اول شي حبايبي مثل ما لكم شايفين وبتعرفوا انه انا عايشة بروسيا، فمن النادر انه نشوف هون فول اخضر، فلذلك استعنت بالفول الاخضر المفرز. وبصراحة اجاني من دبي، يعني اهلي جابوا لي فكنت كتير سعيدة فيه لانه فعلا كنت مشتهية عليه. وهلا حبايبي وفعلا كانوا الفولات ظراف وهيك حبيتهم ناعمة وهيك فريش تازة، يعني بتحسوهم طازجين. اول شي حطينا زيت مثل ما شفتوا بالمقلى بالطنجرة، يعني واضفنا عليهم تقريبا 300 ل 400 جرام لحمة مفرومة. طبعا بتريدوا عجل، بتريدوا لحمة خروف. وبلشنا نحمسهم ونقليهم ونضيف عليهم فلفل اسود، 7 بهارات، ملح على حسب الرغبة، ونتابع التقليب. وهلأ بننزل عليهم بهيدي الفولات الحلوة، وكمان بنقلبهم مع بعض هيك لحتى ياخدوا نكهة بعض، ولحتى هيك تستوي معنا شوي حبة الفول، تاخد تحميصة حلوة. وبعدين بدي شيل شوي من هيدي التقلاية الحلوة تبع اللحمة والفول واستخدمهم بالمرحلة الأخيرة، رح تشوفوها معي كيف. وهلأ بننزل بالرز، تقريبا معي تقريبا 3 كاسات رز أو 2.5 كاسات تقريبا حطيت. ومنقلب الرز مع الفول واللحمة، وبننزل عليهم بحبتين هيك او ملعقتين من الزبدة او السمنة على حسب رغبتكم. بنعملهم هيك تحميصة حلوة كمان وتقليب على الخفيف. وبعدين بننزل عليهم وبنغمرهم بالمي السخنة بهيدا الشكل، ومنعدل ومنركز الملح ومنغطيها. تقريبا اول شي بدنا 5 دقايق على نار عالية، بعدين بنخفف النار عليها. وهون صرت حضر اللوز وقليته. طبعا بتريدوا لوز بتريدوا صنوبر على حسب رغبتكم وممكن بدون. وهلا عم حضر سلطة اللبن بخيار او الزبادي بخيار المتومة، معاها توم وهيدا الزبادي كمان اللبن. فعلا كتير طيبة هيدي الوصفة مع هيدي السلطة، يعني دايما بتقدموا مع بعضهم مع نعناع ناشف منضيف وملح على حسب رغبتنا، وكمان توم مهروس. وهيدا الرز فول صار معنا جاهز، بصراحة الريحة بتاخد العقل. شايفين هيدي اللحمة اللي قمتها بالأخير؟ هلأ عم نضيفها على طبقنا وبننزل عليهم بهيدي اللوزات الحلوين الذهبيات. وهيك صارت وصفتنا جاهزة فعلا، ولا أروع من هيك، شي فاخر من الآخر. يعني بصراحة المشهد لوحده بيحكي عن نفسه. آه أنا كتير يعني انغرمت. وهيدي كمان سلطة اللبن بخيار صارت معنا جاهزة فعلا، ولا أحلى من هيك. وفعلا هيدي الوصفة كتير مفيدة، وكلنا بنعرف فوائد الفول والبروتين اللي فيه، وخاصة إذا كان بالموسم، حتى إذا كان مفرز بحافظ على القيمة الغذائية تبعه.
ما عاد فيني بصراحة، خلوني هيك جرب معكم وأعطيكم رأيي بكل صراحة. شايفين الرز كيف قوامه بجنن عن جد، وهيك مفلفل مثل ما لكم شايفين، فعلا ولا أحلى من هيك بهيدا الشكل. وهلأ بنضيف عليهم هيك حبة لبن بخيار، ومندوق. بصراحة رائعة عن جد، لذيذة والنكهات كلها أخذة من بعضها، والبهارات كتير تمام، والملح فعلا ولا ألذ من هيك. والفول شايفين ما أحلاه، وكل ما كانت هيك حبة الفول ناعمة فبكون الاستواء رائع ولذيذ. شايفين كيف؟ بصراحة روعة مع هاللقلوبات. طبعا اللقلوبات المكسرات خيارية، بتحبوا لوز بتحبوا صنوبر على حسب رغبتكم وذوقكم الشخصي حبايبي. وهلا اخر شي حبايبي رح كفي الاكل. وإلكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بلايك لايك لايك لايك. باي باي.